يلا. السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ ازيك يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. بخير. فاضل يا حبايبي عامل ايه؟ وشيل وشه كده. بصوا كمان عيب بقى، عيب ابن ابني بيصبح عليكم لمة شويه. ربنا يخلي لكم ولادكم. النهارده يا حبايبي اللهم صل على حضرة النبي. الله الف صلاه. بسم الله الصلاه والسلام. بعمل النهارده الروتين بتاعي يا حبايبي، بفرز ورق عنب بالطريقه اللي هي بتاعت ايه؟ جدودنا. بفرزه وتعلمته من ناس كبار ايام ما كنت انا صغير، يعني بقاله ايه؟ بتوع بلدنا بيعملوه بقالهم 20 30 سنه الحركه دي او 50. يعملوا ايه؟ يجيبوا الازايز ده اهي شفت، ويفرزوا فيها، يلفوا ورق العنب ويفرزوه، لا ثلاجه ولا اي حاجه خالص ولا يسود، تطلعيه كانه اخضر زي ما هو. المهم ما نسيبش ورق هوا في الازازه، وترميها تحت كنبه، تحت سرير، في الثلاجه. انت وشطرت انت يعني لو في عندك مكان في الثلاجه وعايزه تحطها حطيها، مفيش عادي. انا كنت عاملاهم زمان وانا صغيره من قيمه تيجي 30 سنه ولا 40، عملتهم ورميتهم والله تحت السرير وعلى الدولاب قبل ما اجي البيت ده اهو. وهم اولادي دول صغيرين قد اولاد ابني كده، وما جراش له حاجه. طلعناه بعدها في الموسم الثاني، ويعني لما الورق العنب خلص ده التخيل، طلعناه بقى زي الاخضر زي ما اكون جايباه لسه. شفتوا الطريقه؟ اصل ورق السلوفان بعمله بو وعيناه في الفريزر، بس بنتي اللي عاينه ورق السلوفان وما هياش هنا، فقلت اصرف نفسي ازاي بقى اعمل العمله اللي انا كنت عارفاها من زمان والناس بتوع بلدنا بيعملوها. عندي ازايز كتير بتاع ميه معدنيه، فقلت اعملها اهي. وشفت انا ناس كتير عاملاها برضه، مش انا لوحدي. بعدها يعني انا عارفاها من زمان، بس ما بقتش اعملها لانها بتتعب شويه في ايه؟ نقعد نحطه في الازازه. انما الورق السلوفان بكلفتها كده اهو، وبروح حطاها وطلع منها الهواء وحطها في الفريزر. هي ديت حلوه وكله، بس صعبه في ايه؟ في انها ممكن تغلب الواحد شويه. بس هو ادام انا مش طايله ورق سلوفان دلوقتي اعمل ايه؟ ارميه. وبعد ورق العنب اما بيكون ما فيش بتطلع منه الهواء كده، اما بيكون ما فيش بقى ورق سلوفان اسكت. اما يكون ما فيش ورق سلوفان يا حبايبي، الواحده قالوا تتصرف، الشاطره تغزل برجل حمار. اسكت يا كمال، عيب بقى. اهو شفت بحطها في الازاز ازاي اهي. والاخر اخرج منها الهواء، تبقى ايه بقى؟ تبقى حلوه يعني، مفيش، ما تبص ابدا ولا اسود، يفضل اخضر كانك جايباه من الشجر. والله عملتها. بقول لك مره، بقول لكم يا حبايبي، مره وانا صغير قبل ما ابقى عجوز، يمكن بنبت 20 30 سنه ولا، وبعدها زهقت ما عملتهاش تاني. ليه؟ يمكن ما بقتش الاقي ازايز، بس لقيته متوفر معايا دلوقتي ورق الازايز، ومش متوفر معايا ورق السلوفان الاستريتش ده. فقلت والله النهارده العامله باذن الله. انتوا حبايبي، قلت لازم اعمل عشان اشوفكم واكلمكم، لازم اعمل اي فيديو ورق العنب اللي هو بطريقه التفريز اللي هي القديمه اللي كنا بنعملها الاول، طريقه طبيعيه، لا عايزه ثلاجه ولا فريزر ولا اي اعدادات. الازايز مجهود من البيت، والبتاع الورق الازايز اهو، وورق العنب مسوياه من ساعه ما صحيت الصبح. اقعد بقى، فقلت اعمله فيديو. كلفتها باي طريقه تعجبك، كلفت حته كبيره، كلفت حته صغيره، المهم تقدري تدخليها في الازازه وتحوشي الهواء منها. قربت توصل ل5 دقايق. اللي جاي ده وخلاص. وبعدين بعمل التاني لوحدي. اهو شوف ببرمه ازاي على رجلي. لو قدامي صينيه برضه ابرمه عليها. بص هي زي صبع المحشي اهي، برمه يجي 10 ورقات ولا 5 زي صبع المحشي. مالكيش دعوه بالورق التاني ده اهو، عشان ما تبوظلناش حاجه كمان. اختمي بقى، اختمي. اهو يا حبايبي، خلاص بقى، مع الف سلامه، اشوف وشكم على خير يا حبايبي. اهي سما روم الازاي بعد ما اقفلها.
طب يلا. دقيقة خلاص هقفل. شفتوا الطريقة يا حبايبي؟ اهي اهي، والغطا اهو هحطها اهي اما اطلع الهواء منها. ما عادش فيها هواء خلاص اهي. اهي اللهم صل على حضرة النبي يا حبايبي اهي. ورصهم هياخد يجي 5 ولا 6 ويبقوا يدفعونا في الايام التانية. مع الف سلامة.